السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا إخواني في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي، حول المقابلة المحتملة في شهر أكتوبر المقبل بطبيعة الحال، وهي مقابلة مصر. كتبقى مقابلة جد محتملة بطبيعة الحال مع المنتخب المصري. سنحتك مع مدرسة قوية جدا بطبيعة الحال، مدرسة قوية على جميع الجوانب بطبيعة الحال، المدرسة المصرية بطبيعة الحال، واحد المدرسة اللي هي قوية مجال كرة القدم. إذا المنتخب الوطني في حال لا واجه المنتخب المصري ممكن يكون عندنا 5 أوراق رابحة للمنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهات أمام المنتخب المصري. 5 أوراق رابحة، ليش بالسهلة أن يكون عندك 5 أوراق رابحة؟ ممكن يكونوا احتياطيين ويدخلوا وتشوف شنو يقدروا يبدلوا لك الماتش بطبيعة الحال ديال مصر، اللي هي منتخب قوي بزاف على جميع الأصعدة بطبيعة الحال ديال كل شيء بطبيعة الحال. إذا المنتخب المصري واحد المنتخب جد قوي على جميع الأصعدة، منتخب جد قوي بطبيعة الحال، والمنتخب المغربي كذلك قوي، ومنتخب مغربي اللي وصل نصف نهائي المونديال. إذا المنتخب الوطني المغربي عايز يستافد، وكذلك المنتخب المصري عايز يستافد. إذا أول ورقة رابحة ممكن يكون شادي رياض بطبيعة الحال. شادي رياض اللي هو لاعب ريال بيتيس الإسباني، من خيرة اللاعبين اللي عند ممكن يكون عند المنتخب الوطني مع مرور السنين، لأنه فقط الآن عنده 19 سنة. إذا كل المميزات كتقول أنه لاعب باقي صغير، باقي عنده أمل كبير أنه يكون في الموعد بطبيعة الحال. شادي رياض من خيرة اللاعبين اللي ممكن يكونوا في المستقبل القريب عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب اللي كيبقى من اللاعبين اللي شارك في الملحمة ديال كأس إفريقيا أقل من 23 سنة. شيء رائع صراحة، شيء ممتاز. وخا هو لعب كنظن فقط 2 ديال المقابلات. أيوب العمراوي 19 سنة، لاعب نيس الفرنسي، كذلك لاعب قوي صراحة، من خيرة اللاعبين. حتى هو شارك في الملحمة ديال كأس إفريقيا أقل من 23 سنة وكان متميز صراحة. اللي هو أيوب العمراوي، لاعب اللي كيبقى من اللاعبين حتى هو الممتازين، اللي كيعمل كظهير أيسر بطبيعة الحال المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال. الكوتش الركراكي نادى، قلت العمراوي صراحة نادى عليه الكوتش الركراكي مرة واحدة ما لعبوش. لاعب اللي باين عنده مؤهلات كبيرة كظهير أيسر، لاعب مقومات كبيرة بطبيعة الحال. هناك بلال خانوس 19 سنة، لاعب قوي، لاعب قوي على جميع الجوانب، مشارك في 2 ملحمات، ملحمة ديال نصف نهائي المونديال، ملحمة الفوز بكأس إفريقيا أقل من 23 سنة، شي حاجة اللي كبيرة. بلال خانوس عنده حظ وعبد الصمد الزلزولي شاركوا في 2 ملاحم صراحة، شي حاجة اللي كثيرة، شي حاجة اللي واعرة بزاف صراحة. أي واحد أنه يوصل مع المنتخب ديالو لنصف نهائي كأس إفريقيا، عفوا نصف نهائي كأس العالم، ويفوز بكأس إفريقيا أقل من 23 سنة، شي حاجة اللي هي كتجي مميزة بطبيعة الحال. نمشيو عند اللاعب رقم 4 اللي ممكن يكون كذلك ورقة رابحة، هو زكريا بوخل، لاعب تولوز الفرنسي، لاعب قيمة كبيرة صراحة أخلاقا، ولكن فنيا باقي ما عطاناش داكشي اللي كنبقشوا عليه، نكونوا منطقيين صراحة. داكشي اللي كنبقشوا عليه باقي ما عطاناش صراحة. لاعب زكريا بوخلا اللي قيمة كبيرة أخلاقا صراحة، أخلاق كبيرة عند اللاعب هذا زكريا بوخلال، من اللاعبين الممتازين داخل المنظومة ديال المغربية بطبيعة الحال. فنيا ممكن يعطينا مع مرور الوقت بطبيعة الحال. زكريا بوخلال لاعب قوي، لاعب على جميع الأصعدة. هناك إبراهيم صلاح، لاعب ريل الفرنسي، لاعب صراحة حتى هو شارك في المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال، وفي المنتخب الأول عيطوا الكوتش الركراكي 2 مرات ولكن ما لعبوش ولو لدقيقة واحدة. إذا أي إبراهيم صلاح 21 سنة، من خيرة اللاعبين اللي عند المنتخب الأولمبي بطبيعة الحال، وفي المنتخب الوطني الأول إذا عيطوا الكوتش 2 مرات ولكن مازال ما لعبش بصفة نهائية. هادشي اللي كاين. شكرا للمتابعة ديالكم إخواني في هذا الفيديو. موعدنا في الفيديوهات المقبلة، وشجعوا قناة صفوان سبور لبقاء في البدايات ديالها. شكرا، إلى اللقاء والى فيديو.